قمنا بالتحقيق في ممتلكات السياسيين الجزائريين في فرنسا، وهو موضوع يعتبر إلى حد ما من التابوهات. في الجزائر لا يعرف الشيء الكثير عن هذه الممتلكات، وفي فرنسا ليس هناك أي تحقيق رسمي بخصوصها. قمنا بإنجاز تحقيق صحفي بالوسائل المتاحة للصحفيين. استجوبنا شهودا وأشخاصا كانوا قريبين جدا من الصفقات التي تم إبرامها في فرنسا من طرف مسؤولين جزائريين، وبعد ذلك قمنا بالتثبت من عدد من التفاصيل باستعمال الوسائل المتاحة للصحفيين، وهي وسائل متاحة أيضا للأشخاص العاديين. حقيقة الكتاب فيه صور مؤسفة تاع تحويلات مالية وشراء عقارات وحاجات من هذا النوع لأشخاص بانت بأنهم تم غنائهم من السطو على المال العام في الجزائر وتحويله بغير وجه حق إلى فرنسا. احنا المشكلة هناك فصل عنوانه الجزائر على ضفاف نهر السين، لأن عددا من الساسة الجزائريين يقضون الكثير من الوقت في باريس، وبعضهم لا يكتفي منذ سنوات عديدة. لقد توصلنا إلى أن مجموعة من الوزراء ومنهم من يزاولون مهامهم في الحكومة الجزائرية الحالية يملكون عقارات مهمة في فرنسا. تثير استثمارات الجزائريين في فرنسا تساؤلا مهما: كيف تخرج الأموال من البلاد؟ الدينار عملة غير قابلة للصرف، وكل تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج مستحيل إلا بضوء أخضر من البنك المركزي الجزائري. تنص المادة الثامنة من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة أنه يمنع تشكيل الأصول النقدية والمالية والعقارية من قبل المقيمين بناء على أعمالهم في الجزائر. لعل الجديد الذي كشف عنه الكتاب يخص عضوين بارزين في النظام الجزائري، وهما السيد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة، والسيد عمار السعداني الكاتب العام لجبهة التحرير الوطني. فقد اقتنى الاثنان ممتلكات في الخارج في أحياء تعتبر راقية دون أن يقدما إثباتات تبرر الإمكانيات التي خولتهما اقتناء هذه الممتلكات. من الراجح جدا أنهما استعملا نفوذهما داخل النظام لتحويل العملة بشكل غير قانوني وشراء هذه العقارات. أضيف أمرا آخر لعله أكثر إثارة للصدمة، وهو أن هذين المسؤولين الرفيعين وليس وحدهما مقيمان في فرنسا. لقد حصل عمار السعداني على بطاقة إقامة في فرنسا، وهو شيء غير طبيعي في حد ذاته. السلطات الفرنسية يكفي أنها تطالب السيد بوشوارب الوزير الجزائري بالإفصاح عن مصادر تمويله. هذا يعني لو يجي مواطن بسيط يشتري شقة ب20,000 يورو سيطالب بمصدر أمواله، ولكن لما يجي وزير جزائري لا يطالب. في اعتقادي أنه هذه لما تضع فيها أكثر من 7,500 يورو يطلب منك المصدر، من أين أتيت بها؟ فكيف لهذا البنك أن يقبل 300,000 يورو مع العلم أن صاحبها لم يشتغل ولا يوم واحد بفرنسا وليس له مداخيل في فرنسا؟ السيد بوشوارب الذي تحدثت معه عبر الهاتف لبضع دقائق بشكل سريع أجاب على أسئلتي بخصوص هذه الملكية العقارية واستثماراته في فرنسا، مشيرا إلى أنه كان قد قضى سنوات عديدة في فرنسا، حتى أنه حصل على بطاقة إقامة بها ما تزال في حوزته. تعشق النخبة السياسية الجزائرية الحياة الباريسية. عبد السلام بوشوارب ليس الوحيد من سياسيي الصف الأول الذي يملك منزلا في الضفة اليسرى أو في المنطقة الراقية غرب العاصمة الفرنسية. سلف بوشوارب في وزارة الصناعة شريف رحماني المحافظ السابق لبنك الجزائر كان جاره في المقاطعة 16. كلاهما اشترى شقة في المبنى نفسه. يذكر الكتاب هنا
أن شريف رحماني وزير الصناعة الجزائري السابق سجل باسم شركة أسسها لهذا الغرض سائقه الشخصي رضا باء، ومحاسبا يدعى بن يوسف يعمل لدى أحد أصدقائه تحت تسمية شركة SCI العقارية، والغرض خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن المسؤول الحكومي، كما جاء في الكتاب في الفصل المعنون الجزائر على نهر السين. اللي ما يعرف شريف رحماني عمره كامل هو وزير، يشرى استديو تكتبوا عليه يكتب عليه القاوري. بوشوارب عمره كامل هو بوزينو بماله يشرى ابارتمون يكتب عنه قاوري. بحسب تعبير كثير من المسؤولين الذين ورد اتهامهم بتهريب أموال واقتناء عقارات في أرقى الأحياء الباريسية، فإن كتاب باريس الجزائر قصة حميمية ما هو إلا مؤامرة دبرت من داخل البلاد ونفذت خارجها لتصفية حسابات في هرم السلطة. قريته 6 شهور في الجزائر قبل ما يقرأ في فرنسا، وخارج من هنا يا جماعة، ومكتوب من هنا. وهذا الكتاب يقصد جماعة الرئيس فقط. المفروض أن إعلام أنه قبل ما يطلع قدموه كعملية ابتزاز للسلطة الجزائرية ولبعض النافذين اللي ذكرهم الكتاب من أجل ابتزازهم. هناك إعادة. عندما صدر الكتاب أثار العديد من ردود الفعل، سيما هذا الفصل، وقيل في الجزائر إنه كتاب ألف تحت الطلب، وإنه كتب في الجزائر من طرف جهة ما. هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة. لقد عملنا بشكل مستقل ولم ننحز لأي طرف، لم نحتج سوى العمل وفق منهجية محددة وبعض الوقت للوصول إلى هذه المعلومات. نحن لا نعمل لحساب أحد غيرنا، والهدف كان كشف وقائع دامغة يمكن اعتمادها يوما لفتح تحقيق جنائي. لم تكن الأمثلة التي وردت في الكتاب إلا مؤشرا تمكن تحقيق صحفي من كشفه للتدليل على تدافع المسؤولين الجزائريين لاقتناء ممتلكات عقارية في باريس، وهو أمر ليس جديدا حسب متابعين للشأن الجزائري. ممتلكات تاع الجزائريين هذو في باريس ما هيش قضية جديدة، من زمان وهما يروحوا رؤساء الحكومة تقريبا أغلبهم مقيمين في باريس. أغلب الوزراء لما ينهيوا مهامهم في الوزارات وفي المؤسسات الكبرى في البلاد يرتاحوا في باريس. وفيه مقولة طريفة في الجزائر يقولوا الجزائريين عن باريس أنها مربط خيلنا. يعني فالنظام السياسي بغلق مجال الحريات بتزوير الانتخابات فإنه يمنع من وجود مؤسسات رقابة كبيرة، سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى القضاء أو على مستوى المجتمع المدني. وشخصيا كنت اتصلت بالقضاء الفرنسي وطالبت من القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول الموضوع، ولكن الرد كان أنني علي أن ألجأ إلى القضاء الجزائري الذي يحسم في الجدال وفي النقاش وفي دقة المعلومات وفي حقيقة المعلومات وفي صدقية المعلومات هو القضاء. فلما يعني تعرض قضية مثل هذه كبيرة وخطيرة، يعني المفروض أن القضاء يتناولها يعني ويتابعها ويفتح تحقيق في الموضوع، والمفروض أن مسألة مثل هذه لا تمر مرور الكرام. أثار صدور الكتاب ضجة إعلامية وسياسية كان من تداعياتها تغييب الكتاب عن رفوف المكتبات الجزائرية، بالرغم من عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات رسمية بمنعه من التداول والتوزيع. لكن المواقع الإلكترونية سمحت بتحميل آلاف النسخ الإلكترونية منه داخل البلاد. سأحكي لك قصة. بعد تفجيرات باريس في 13 من نوفمبر بأيام التقيت صحفية جزائرية، وأثناء تعارفنا سألتني: هل أنت مؤلف كتاب باريس الجزائر؟ أجبتها نعم.
فقالت: اشتريت الكتاب في فرنسا، وعند عودتي إلى الجزائر أخذت معي 3 نسخ أو 4، وفي المطار صادرتها الجمارك مني. عندما رأوا الكتاب قالوا: إنه ليس لائقا أن تشتري كتابا كهذا، لا يحق لك إدخاله إلى الجزائر. أي أخذوا منها النسخ التي كانت تعتزم إهداءها لأشخاص آخرين، فوجدت نفسها محرومة من الكتاب. غضب السلطات الجزائرية من الكتاب دفعها إلى تعليق برنامج تلفزيوني ساخر يبث على قناة خاصة. تحدث أحد منشطيه عما ورد في الكتاب من معلومات تخص أملاك بعض المسؤولين الجزائريين في باريس. خطاب الافلان كان يقولوا باللي فرنسا تما ماشي مليحه اكسيتيرا. ايبا صحفيين فرنسيين اللي هما سي دي كوليغ داروا لوغ اونكيت وخرجوا بان ليفر اللي اسمه باري الجي اون هيستوار باسيونيل، وهضروا على العلاقه بين الطبقه السياسيه الجزائريه مع الطبقه السياسيه الفرنسيه. في لونكيت تاعهم واش صابوا بالاغلبيه المسؤولين الجزائريين الحاليين في الحكم كاع عندهم دي زابارتمون في باريس، وكاع عندهم دي كارت دو ريزيدونس ا باريس. لا يزال الجزائريون يقلبون صفحات كتاب باريس الجزائر قصة حميمية على الانترنت، لكن يبدو أن السلطات الجزائرية قد طوت صفحة هذا الكتاب المثير بين من يراه يحمل تهويلا غير مبرر يسعى للابتزاز، ومن يرى أنه يكشف حقائق مهمة ويواصل الاحتجاج على مضامينه هناك بباريس.